السلام عليكم. اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا، وجبت لكم الجزء الثامن من القصه. كنظن باقي هذا وشي جزء اخر، قيل شي جوج اخرين صافي. مهم، يلا اشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس باش يوصلكم اي جديد. علاش لا ديروا لي لايك الا شفتوني كنستاهلها، هكذا كيشجعني بزاف. نبداو على بركه الله. ندوزو عند إيجا لي يلاه وصلت للقصر، داخلة باللوطو ديالها مكسيرية وجايبة معاها هاجر، ومخلية الجهاد مشات مع يوسف. دخلي دغيا، راه ماما من قبيله وهي كتسنى فيك. هاجر تا خارجة دايخة قالت لها: الله يا اختي مالك على هاد السوقان، عرفتي شحال من مرة شهدت؟ إيجا قالت لها: وما تزيديش فيه. هاجر قالت لها: انت اللي ركب معاك غادي يمشي شهيد، نقصي شوية صاحبتي، راه سوقانك خايب. إيجا قالت لها: ان شاء الله واخا دخلي. هاجر قالت لها: انت بعدا مالكي جايباني هنا، حتى حوايجي كاملين بقاو عند يوسف في اللوطو. اجا عنقتها وقالت لها: غادي تبقاي معايا اليوم حتى الغدا وسيري الا بغيتي. هاجر دخلت كتجريه، قالت لها: هي الاولى بغيتيني حتى نسكن معاك ما عنديش ذره مشكل. فين هي خالتي بعدا؟ اجا قالت لها: نيت باش السهيل يهجم عليا ياك هنا. هاجر قالت لها: حقا، شنو ديك حبيبه وداك البوسان في اليدين انتي وهارون؟ عاود لي سهيل كلشي فاش شافكم بزوج، هادشي ما في خباريش، ما قلتي ليا والو. بلقيت جات من اللور وقالت لها: حتى انا بنت الهم قالت لي والو. هي طارت مخلوعه وقالت لها: بسم الله الرحمن الرحيم، منين خرجتي انتي؟ بلقيت قالت لها: بلاتي مازال غادي نشدك انتي. طارت عند هاجر وقالت لها: بنيتي. هاجر ترمت عليها معنقه وقالت لها: خالتي لاباس عليك، توحشتك. بلقيس مع نقهوة كتبوس فيها وقالت لها: احياني عليك، حتى انت اكثر منها ما بقيتي كاع كتسولي فيا من ديك المره. داك علينا الزواج، غدقتي الحلوه ما بقيتيش تفكرتينا كاع. هاجر تفرقعت بالضحك وقالت لها: الله خالتي واش هاد الباطل، مازال راني على باب الله. ايجا ضحكات. المهم ها هي بدات تاني. بلقيس جبدت لها حناكه وبستها وقالت لها: دخلي راه العشاء موجود من قبيله وحنا كنتسناو فيك، ما جاش معاك خوك؟ هاجر قالت لها: لا، راه غادي يمشي نيشان للدار حتى الغدا ونوصل عليه. اجا قالت لها: واش ما كاينش بابا؟ ماشي من عوايدو ما يكونش في هاد الوقيته. بلقيس قالت لها: لا ما كاينش يا بنتي، فاش رجعت من لاصال ما شفتوش، غادي يكون غير مزير مع الخدمه ولا عنده شي حاجه شاغلاه، جلسوا تعشاو بين ما جا. اجا مشات لصقات على هاجر في الكرسي وقالت لها: قولي بعدا فين غادي ديروا العرس؟ واش في الفيلا عند يوسف؟ هاجر بدات في الماكله وقالت لها: داكشي اللي كنت قلت لهم حتى انا، ولكن سهيل بغا يديروا عنده في الاوتيل اللي جا على البحر، حيت غادي يعرض على الناس بزاف. انا اصلا ما عرفتش شكون هما، المهم يدير اللي بغا، انا عندي فحال فحال. بلقيس حتى هي جالسه حداهم وقالت لها: ما كيهمش هادشي، كيبقى غير رمزي، المهم هو تكوني انتي مرتاحه معاه وباغاه، الا باقي داكشي غير ثانويات، واخا راه مسكين 4 سنين وهو صابر على هبال يوسف. هاجر ضحكات. يوسف خويا راه لدابا وما كرهنيش ما نتزوجش كاع. بلقيس قالت لها: يوسف انا اللي فاهماه، راه ما ساخيش بيك مسكين، ولفك حداه، راه ماشي ساهل يشبع منك في 4 سنين وانتم 15 عام فارقين. هاجر قالت لها: عارفه خالتي حتى انا شاده ليه الخاطر. بلقيس قالت لها: امتى بعدا غادي يكون العرس؟ هاجر قالت لها: نهار السبت في الليل. بلقيس قالت لها: راه قريب بزاف. هاجر قالت لها: لا بالعكس، انا اصلا واجده وسهيل هبط قبل مني وجد كلشي. بلقيس قالت لها: اي والله يكملها لكم بالخير يا بنتي. اجا قالت لها: شهر العسل فين غادي تدوزوه؟ بلقيس قالت لها: سوقك حتى تزوجي وشوفي فين غادي تدوزيه انتي. اجا قالت لها: ماما بلا ما تبداي تاني. بلقيس قالت لها: دابا واش انا قلت شي حاجه عيب؟ هاجر قالت لها: لا بالعكس خالتي، ما قلتي عيب. غمزاتها وقالت لها: اصلا خاصها غير تجمع هي راسها، راه كلشي قدامها. بلقيس قالت لها: حتى هو بان ليا مازال متردد. جا هضرات بدون ما تحس، متردد حيت عارف عليا كلشي، وواخا تكون شي حاجه عمرو غادي ينسى راني كنت بنت الزنقه ديال زايده المالكي ودار فيا ما بغا ورماني فحال الا عمرني كنت. ما كاينش شي راجل غادي يرضاها لراسو. بلقيس خبطت بيديها فوق الطبله ومحسبه من هضرتها، وقالت لها: اخر مره نسمعك كتقولي هكا، وإلا غادي تشوفي وجه مني عمرك ما شفتيه. اجا بورود قالت لها: علاش مالي كذبت؟ بلقيس ناضت لعندها معصبه وقالت لها: شنو طاري؟ علاش تفكرتيه اليوم؟ ياك ما شفتيه؟ ما عمرني سمعتك ذكرتي سميتو حتى اليوم، شنو واقع؟ تكلمي. اجا كتحاول تهرب وكتطلع لبيتها، قالت لها: لا ما شفتوش وما بغاش نشوفوها ماما. هاجر بنت ليها بلقيس جعره بالمعقول، قالت لها: خالتي تهدني شويه. بلقيس قالت لها: اش غادي نتهدن؟ ما كتسمعش شنو كتقول؟
إيجا بدون ما حساس رفعت صوتها وقالت لها: مالي كذبت؟ شكون غادي يقبل على وحده تعدى عليها واحد اخر وخدا عليها شرفها؟ بلقيس بدون ما تحس نزلت عليها بسقلها على كل جهتها وكتهضر وهي كتغوت: علاش كتقولي هكا؟ علاش كتقولي ما باغاش تنساه؟ 4 سنين يجا 4 سنين ما يجمعها غير الفم. واش باغا تعاودي كلشي من الزيرو؟ واش حماقيتي ولا مالكي؟ اش فكرك فيه؟ هو ناسيك وعايش حياته ما عارفك حتى واش انت حيه ولا ميته. علاش ما تعيشيش حياتك ونساه بحال ما عمرو ما كان؟ حبسها هاجر باش تهدن وهي مازال باغا تمشي ليها. اش فكرك فيه؟ شنو طرا؟ اش طاري؟ شفتيه؟ ياك فين شفتيه؟ اجا تحت الارض كتنفس بالجهد وعينيها مجمعين فيهم الدموع. انا شفتها يما، شفتها اليوم، شفتها. بلقيس منين سمعت يما عرفت شي حاجه ماشي حدا لهيه، هبطت على ركبيها وكتحاول تفهم. شنو شفتي؟ هدري، شكون شفتي؟ شكون هي؟ اجا قالت لها: ريناد يما، ريناد. بدون شعور بداو دموعها كينزلوا وكتعاود بطريقه كانها كتخنق. يما انا شفتها وما عرفتش شنو طرا ليا، ما قدرتش نتنفس. انا يما ما نقدرش نشوف شي واحد يفكرني فيه. كتمسح دموعها وكتهضر: عرفتي يما، فاش شفتها دارت بيا الدنيا. طلعت فيها عينيها وكلهم دموع. انا خايفه نشوفها يما، خايفه يرجع ونولي نشوفو كل نهار. ما نقدرش. بلقيس رجليها ما بقاوش هزينها، جلست فوق الكرسي كتحاول تدخل النفس لداخلها. وانتي غادي تخليه بهاد السهوله ياثر عليك؟ وها هو حتى الا رجع كلشي فات دابا. انتي عندك حياتك جديده وما بقى والو، غادي ترأسي مجموعه شركات باروخ. واش كتشوفي راسك انتي هي ديك البنت اللي كانت عندها 21 عام؟ ما تنسيش راك قلتي ايجا ديال شحال هادي مستحيل تعاود تحيا. ما تجيش لحظه ضعف تنسيك في كاع اللي بنيتيه. هاجر شدت لها في يديها وقالت لها: بصح خالتي عندها الصح فهادشي اللي كتقول. خاصك تكوني قويه كيف ما عرفناك، ما تخليش شي حاجه تزعزع عليك قوتك ولا تهدم كاع اللي خدمتي عليه. جوزيف داخل وما فاهم والو. هاجر، على سلامتك يا بنتي، امتى وصلتي؟ شاف فيهم كيبان كانه شي حاجه واقعه. شنو واقع؟ اجا نضت من الارض وتم طالعه وحضره راسها. انا غادي نطلع نرتاح. جوزيف شاف بلقيس وقال لها: مالها؟ شهاد الحاله هي فيها؟ بلقيس قالت لها: هاجر بنتي عافاك طلعي معاها. هاجر بالزربه نضت تبعها. جوزيف قال: اش واقع؟ هضري. بلقيس حط يدي على رجليها ومزير: بنتك يا جوزيف. جوزيف قال: مالها؟ هضري. بلقيس قالت لي: تلقد بريناد اليوم. جوزيف قال: من بعد؟ بلقيس قالت لي: قولها ليها، راه منين شافتها رجعت ليها حالتها. جوزيف قال: انا غدا غادي نتكلم معاها بلا ما تبرزتي راسك معاها. بلقيس شاف فيه مطوله وقالت لي: واش غادي يرجع ياك؟ عندك يا جوزيف تعرف شي حاجه على موضوع الحمل؟ جوزيف قال: الا رجع ما غاديش نحن فيه، خصوصا الا قرب ليها، وحتى هي خاصها تنسى عليها اللي فات. ماشي بنت جوزيف اللي تخاف من شي واحد كيف ما كان، خاصها تولف وما تبقاش تخاف. باقيت كتهضر بصوت باكي. ما عرفتش مالها جوزيف، حتى اليوم ما عجبتنيش. جوزيف كيحاول يبقى صارم كيف عادته: عادي، غادي يدوز الوقت وتنسى، وحتى انتي ما تبرزتيش راسك معاها. غدا في الصباح غادي نهضر معاها. بلقيس قالت لي: ان شاء الله. الفوق بالضبط في البيت عند إيجا في البيت. المهم هاجر واقفه قدام باب ديال الحمام كتسنى فيها تخرج مده طويله وهي لداخل، وحتى هاجر ما برزطتهاش وخلاتها حتى تولي بخير وتخرج على خاطرها. إيجا حلت الباب ولقات هاجر مازال واقفه حتى الباب. قالت لها: راك مازال هنا؟ اسحاب لي مشيتي. هاجر قالت لها: ما بغيتش نمشي حتى نشوفك. إيجا حيدات سبرديلتها وطرمات فوق الناموسيه وقالت لها: انا عييت. هاجر جبدت الغطا وطاتها بيه وقالت لها: واش كتحسي براسك مزيان؟ إيجا حركت راسها بمعنى هاجر تكات حتى هي حداها وقالت لها: شنو وقع لك اليوم؟ ما مولفاش ليك. إيجا غمضت عينيها وكتهضر وهي ما واعياش بداتها: انا تسنيتو هاجر، عييت وانا كنتسنى فيه، في الاخير ما جاش. كنحس براسي كنت حمقى وغبيه وكرهه راسي حيت تسنيتو شي نهار يجي. كرهه راني بغيت واحد في حالو شي نهار. كنكره اي حاجه كتخصو واي حاجه كتفكرني بيه كنكرهها، وكرهه نشوفو قدامي مره اخرى. وخايفه. هاجر قالت لها: مناش خايفه؟ إيجا كتهضر بثقاله: خايفه من كل شيء. هاجر بنت لها هضرتها في الشكل. مشات دخلت الحمام جهه البلاكار اللي فيه الدواء، لقاتها واخده الدواء ديال النعاس اللي كان عاطيها الطبيب ديالها. عاوتاني خداتو. مشات رجعت لعندها ولقاتها غرقات في النعاس وما واعياش بداتها. رجعت غطاتها مزيان وسدات عليها البالكون. هزت ساكها والسوارت ديال اللوطو ديال إيجا وخرجت من البيت. هبطت لتحت ولقات الدواء كلهم مطفيين وما كان حتى واحد. خدات اللوطو وخرجات.
مكسيريا وفي نفس الوقت كتصوني على يوسف اللي بزز باش جاوبها. مع عرفاتو في الدار زادت كسيرات ومشات نيشان، فرانات وحبست اللوطو في الجردة حداهم. مع خرجات لقات يوسف جالس في الجردة حدا لابيسين ومعاه سهيل. دخلت كتجري لعندو، عاد بان ليها زيدان جالس وعاطيها بالظهر. يوسف قال لها مالكيش واقع. هاجر قالت لي يوسف بغيت نهضر معاك ضروري. سهيل مشى لعندها عنقها من اللور، قال لها هدية توحشتك حبيبه، شفتك ما شفتينيش. يوسف قال جمع يدك اصاحبي راني حداك وقيله، حشم على اعراضك. سهيل قال لي دابا مالك انت صاحبي، مرتي هادي واش دخلك. يوسف قال ليه اجي بعدا. قالها ليها زعما انت ديال من هاد اللوطو ياك كنتي بايته مع صاحبتك. سهيل كيشوف في اللوطو وقال لها هاد اللوطو ديال اجل لا. يوسف خرج في عينيه وقال لي سكتنا صاحبي. رجع شاف فيها وقال لها مالك شنو وقع، شاد الحاله اللي جايه فيها. هاجر قالت لي دابا واش ما غاديش تسكت، راه بغيت نهضر معاك اجي. يوسف قال لها واخا دخلي سبقيني انا جاي. هاجر قالت لي واخا. سهيل خدا السوار ديال اللوطو من عندها ومشى كيبقشش. وحديده نيت هادي واصدار محدود من الفوق زيدا كيتمشى وسط الجرده وهز في يدو مشروب ديالو والسيجار كينفت منه مره. مشى لجهه سهيل كيشوفو شنو كيدير. قال لي ديال من هادي. سهيل كيدمر فيها مع ديمارة تسمع صوت قوي. الله على الصوت. طلع عليه وقال لي طلع تشوف على قديسه فيها. زيدا طلع وقيس حداه وقال لي ديال من بعدا ما جاوبتينيش. بعد السيجار وكيحاول يشم الريحه اللي في اللوطو. ديال البنت هادي لا. سهيل كيضحك عليه وقال لي ديال ايجا. اواه ما تقولش لي شميتي ريحه الحب القديم. كيقلب في اللوطو قال لي باقا نقيه اللوطو واخا داك السوق الخاسر ديالها. شاف فيه ولقاه كينفت من السيجار ديالو بعصبيه. قال لي مالك اواه ما تقولش يا جاك الحنينه صاحبي. زايد شاف فيه وهو عاقد حجبانو هبط. سهيل قال ليه بلاتي حتى دريفتي بها شويه. زيدان قال لي سهيل قلت لك هبط. سهيل قال لي ها هو هابط. شافو حتى هو هبط وجا لجهته خدا من عنده الكلي ديال اللوطو وركب هو بلاصتو. قال لي اش كدير صاحبي. زيدان قال لي كملوا السهر نتوما انا غادي نمشي. سهيل قال لي اش كدير صاحبي اللوطو ماشي ديالك. زيدان رمى السيجه في الارض وقال لي فاش نبغي نرجعها غادي نرجعها ودابا تهلا. ديما اللوطو كسيره حتى سهيل قفز من داك الصوت. هاجر خرجت كتجري وقالت لي فين غدا اللوطو ديال ايجا. سهيل قال لي زيدان قال لها زيدان اللي داها زيدان. قالت لي امي انت واش حماق هذا ولا مالو، اش غادي نقول لها انا دابا شنو. يوسف قال لها ما تخافي ما والو انا غادي نهضر معاه يرجعها في الصباح. هاجر قالت لي يا ربي من الاحسن يرجعها في الصباح، ما نقدرش نقول لها راه رجع يكفي داك الكذوب كامل اللي راني كاتبه عليها. سهيل قال لها ميمتي والله حتى مازال كيبغيها، ما طاحتش لي على البال كاع. هاجر قربت لي وهي معصبه مازال منه. ياك ما غادي يجي العرس. سهيل هز كتافو وقال لها ما عرفتش، ولكن زيد اللي كنعرف مستحيل يجي العرس، ما كيعجبوش هاد النوع ديال الحفلات اللي كيكونوا فيهم الناس بزاف. هاجر قالت لي من الاحسن ليه ما يجيش حيت راه غادي تنوض حرب في داك العرس، انا غادي نمشي نعس تصبحوا على خير. يوسف خلاها حتى دخلات وشد سهيل. قال لي واش مأكد ما غاديش يجي. سهيل قال لي ما عرفتش الصراحه ما مأكدش. يوسف قال لي مصيبه هذه. سهيل قال لي يا صاحبي ما كيكفاكش هاد الملل اللي راحنا فيه، هادي 4 سنين وحنا عايشين فيه، خاص شويه الحماس والاثاره نبدلو جو. يوسف قال لي والله يعطيك شي عقل، بغيت غير نعرف كيفاش اختي قابله عليك. سهيل قال لي داكشي صعيب عليك تفهمو. لا كنتي كتفهمو شحال هادي، دابا بان ليا القلب عندك ما بقاش حي. يوسف هز كاس وشير عليه جاب الله ما جاش فيه. قال لي هذا ما جاش فيك، المره الثانيه غادي نهرس لك راسك. سهيل قال لي وصوني ليها صاحبي وقول ليه يرجع اللوطو لمولاتها راه كيسمع لك غير انت. يوسف قال لي ودي اش عندي ما ندير انا نصوني ليه. سهيل مشى جلس كيشرب من المشروب ديالو. يوسف قال لي اش مازال كدير هنا. سهيل قال لي انت كتشوف على عينيك. يوسف قال لي تهز عليا سير لدارك غدا نلقاك عندي مع الصباح باش نشوفوا شنو مازال ناقص. فراسي فجا كيطلع للبحر كيدوزو منو الطوموبيلات، ولكن في داك الوقت في الليل ما كان كيدوز حد. حط اللوطو في جنب الطريق وجالس مكالمي ريحتها كتدخل صدرو وكتنفتح جروح قدام ما عمرو كان باغي يفتحو مازال. اللور وبانو عليه كتب تاع حوايجها مرميين اللور. بدا كيجبدهم حتى كيشوف لي غوب سواري محريين كتر ما مغطيين وبزاف ديال الميكاب ولي زاكسيسوار بجميع انواعهم. خدا ستيسلا كانت ذهبيه ومكتوبه بسميتها. نطق بصوت مبحوح وغليظ في نفس الوقت. جا تنهد ورجع كيقلب في دفاترها وكيشوف كيف منظمه كتابتها ودروسها منظمين بطريقه مثاليه. رجع حطهم وبنت لي قرعه صغيره زجاجيه جبدها كيقرا ديالاش حتى كيعقد حجبان وزير على فكو بعصبيه.
من جاي حتى رميتي فيها حتى وليتي كتاكلي هاد الخنز. رجع كيبقشش في اللوطو كامله وكل برا كيزيد يلقى شي حاجه كتلبسها اللي خارجه على العاده، وخصوصا انه بقوه ما عاجبها راسها تصورها مرميين في كل بلاصه. تكا بقوه على الكوسان وجبد التليفون ديالو ويديه دا وحتى كتب سميتها في انستغرام، مع دخل مع كيلقى الكونت مفتوح عادي وتصورها في البيبليك، والسيده عايشه الحياه بالطول والعرض. كل نهار ها هي في سواري ولا في شي حفله، وكل مره معاها شي واحد في صحابها، ها هي اللي معنقها وها هي اللي حاط يدو على تحت ظهرها، ها اللي حاط يديه في ظهرها واللي ما كيتغطاش، وخصوصا انه اخر تصويره ليها مع هارون زير على التليفون بيدو كيحاول يكلمي راسو بزز بحجه راه ما عندوش دخل في اي حاجه. كديرها بلا ما يحس براسو، خبط بيدو بقوه في فولون ورجع عاود ديمارا مشى نعيش لجهه الفيلا ديالو اللي جات في اخر المدينه، صايق بجهاله وما حسش براسو شنو كيدير من غير داك الجمر اللي كيحرق فيه من داخل والندامه اللي كتاكل فيه من داخل، حيت من الاول كان بامكانه ما يدير حساب لا لجوزيف لا لغيره، ولكن كان خايف عليها من راسو. دخل مع الباب ديال الفيلا مكسيري على جهته، حلو ليه لي قارد الباب ودخل فران اللوطو ودخل كيجري لداخل، وبالضبط توجه للبيرو ديالو نيشان. فتح الخزنه ديالو جبد منها التليفون القديم ديالو، دارو في لاشارج وحطو كيتسنى يتشارجا وهو جالس على اعصابه. حيد الشميز ديالو وهو كله كيتعرق وكيتفكر لي زابيل ديالها فاش مشاو التليفون ديالو اللي مسكتش من ورا المشيه ديالو. كان كل همه هو ما يأذيهاش بافعاله، ولكن سأنه غادي يجي النهار اللي غادي تنساه حتى هي وغادي تعيش حياتها، او يمكن في شي نهار غادي تبغي شي حد وتقرر تعيش حياتها معاه. هو عارف حاجه وحده، هي تكون ليه يا حتى واحد، وهاد الهضره خاصها تعرفها هي مزيان وتدخل على راسها. سمع صوت التليفون ديالو شعل، مشى بالخف فتحو بداو كيطلعوا عليه لي نوتيفيكاسيون قدام وحده مورا وحده. دخل كيشوف لي ميساج ديالها اللي بقاو مستمرين بالضبط 6 شهور من بعد ما مشى، كيقرا فيهم وعروق يدو كيتزيدوا غير يتنفخوا وتنفسه اللي ولا كيخرج سخون. وصل لاخر ميساج كان صيفطاتو، كان ميساج مكتوب فيه كان كرهك. زيدان المالكي شاف في نفس النمرة وعاود عيط بالمرتو الجديدة، لقى أنه ديك النمرة ما كايناش أصلا. تمشى ببطء وخرج من الفيلا وهو مازال صدرو معري من الفوق، هز قرعة ديال المشروب ديالو خارج على برا كيحاول يهرب من داك الصهد اللي كاين لداخل، ونسى أنه هو بنفسه من الداخل كيغلي. الكارد جا وقف عليه وقال ليه نعم مسيو. زيدان كيشرب من الكاس ديالو هادئ على غير العادة، وهذا الهدوء ما هو غير هدوء قبل العاصفة. قال لي إيجا باروخ، بغيتك تعرف لي عليها كلشي، بغيت نعرف هاد العامين الاخرى فين مشات وفين جات ومع من كتكون، وحتى فين كتكون، حتى من البلايص اللي كتجلس فيهم بغيت نعرفهم، وحتى الناس اللي كنعرفهم وكتعرفهم ولو مجرد المعرفة، اي حاجه كتخصها بغيت نعرفها. الكارد حنا ليه راسو قال لي واخا ميسيو. زيدان قال لي من هنا الصباح بغيتك تعرف لي عليها كلشي. الكارد حنا راسو بالموافقه ومشى. زيدان شعل السيجار ديالو تفكيرو غير معاها وما نكرش انها ولات انثى متكامله من جميع النواحي، الشي اللي زاد خلاه ديك الصفة التملك تعاود تخرج من جديد، وخا عارف راه مستحيل ترجع ليه، ولكن ما فيها بس فكرة انه في يوم من الايام كانت غرض ديالو. وزيدان المالكي ما كيرميش ولا كيخلي شي واحد يقيس ليه في اغراضه شحال من مقدامه. ويا ويلك كيقول ونعرف شي حاجه ماشي هي هذيك، غادي نهرس الدنيا فوقك انتي واي واحد غادي يفكر مجرد تفكير انه يمنعني. ما نسميش زيد المالكي الا خدا اللي هي شي واحد حاجتي يا ليا لا يا للموت. زيدان شاف التليفون ديالو باليه يوسف فار عليه راسو بلي زابيل، واخيرا قرر يجاوبه. نعم اش كاين من الصباح وانت كتصوني؟ يوسف قال له واش ما ناويش ترجع اللوطو؟ زيدان قال لي لا بغاتها تجي ترجعها لراسها. يوسف قال لي انا غادي نجي ناخذها بلاصتها. زيدان قال لي ما كنهضرش على اختك. يوسف قال لي وعلى من كتهضر بالسلامه؟ زيدان بنت على وجهه نص ضحكه على مولات هاد اللوطو. قول لاختك تقول لي هاي الا بغات اللوطو ديالها تجي ليها برجليها حتى لعندي. يوسف قال لي زيدان واش تسطيتي يا صاحبي؟ زيدان قال لي هضرتي راني قلتها طلع. صباح جديد والعشية قربت تدخل، واحد السيدة ناعسة في بيتها وما حساش قاع بالعالم، كل ما فيقها التليفون حتى واحد ما يعرفها واش كاينه في بيتها اصلا. هزت التليفون ديالها وهاجر كتصوني ليها كيف العاده، ناضت فيها النعاس وراسها عطيها الالم، خلاتها كتصوني ودخلت نيشان للدوش، حيدت حوايجها ودخلت في الجاكوزي، غمضت عينيها وكتستمتع باللحظه ناسيه كاع ديك اللحظه الضعف اللي وقعت ليها كانها عمرها وقعت، كانها نعسات وتفرماتات. ناضت كملت شعرها وشللات لحمها، نوات عليها فوطه وخرجات، فتحت البالكون ديالها وكتطلع على الجرده وعيطات عليهم يطلعوا ليها الفطور لبيتها.
تكات في الفوتوي ديالها شاده بيسي قدامها وكتفطر وهي كتفرح وكتفرج عاجبها الحال وما مسوقه لحد حتى دخلت عليها خاوله هجمه عليها. اجا قالت لها مالك يا بنتي على هاد الدخله ما نخافوش. خاوله قالت لها من الصباح وانا كنصوني ليك مالك ما كتجاوبيش. اجا قالت لها خلي التليفون ديالي وما عاودتش قلبته. دارت عندها وهي مازال كتشرب من قهوتها. علاش بغيتيني بعدا؟ قالت لها خاوله بغيتك تختاري معايا شنو غادي نلبس في عرس هاجر مازال راني تالفه. اجا ابتسمت ليها بشر وقالت لها انتي كتشبهي ليا اللي لبستيها غادي تجي معاك. خاوله قالت لها عرفتي منين قلتيها والله ما نردها لك في وجهك واخا راكي تيقه في راسك اكثر من القياس ولكن هانيه عندك الحق ما تيقاش على الخاوي راك واقفه على الصحه بنت خالتي. اجا قالت لها ياك بعدا ما كذبتش في هادي الواحد هو اللي يثق في راسو ويعرف علاش تايق. خاوله قالت لها وقولي لي شنو غادي ناخذ. اجا قالت لها انا غادي نصيفطك لواحد البلاصه سيري خدي اللي بغيتي غادي تلقاي كلشي تما. خاوله قالت لها صافي واخا تما تهربه منها وقالت لها صيفطي عليا في واتساب. اجا قالت لها اجي لهنا بلاتي مازال ما كملت. قالت لها هاني شنو؟ قالت لها اجا امتى صبغتي داك الشهر تاني؟ خاوله قالت لها غير هاد السيمانه. قالت لها والصراحه جا معاك الكحل كنصحك ما تبدليهش اجي وقفي قدامي. خاوله قالت لها هاني شنو تاني؟ اجا قالت لها غادي تاخدي شي غوب تكون في شي لون مغلوق غادي تجيك زوينه اجي بعدا عندك تلبسي شي سبرديله تاني بحال ديك المره. خاوله قالت لها لا كوني هانيه راني كبرت الزين. صيفطت ليها بوسه في الهواء وقالت لها انا غدا راه نورا فرحت لي راسي من الصباح بلاتي بعدا فين هي اللوطو ديالك غير خالته اللي قالت لي راك الفوق ما يسحبليش انت كاينه. اجا قالت لها وقيله داتها هاجر. خاوله قالت لها اوكي. اجا خلات خاوله حتى خرجات وجبدت التليفون كتقلب بان ليها كيبان من لي زابيل ديال هاجر وخاوله ونمره اخرى مسونيه. عاودت صونات ومن زهرها دغيا جاوبات الو الو والو الا ما غاديش تجاوب لاش فرح راسكم صوني ليا غير بقاو تفرقوا النيميرو ديالي في ديك الجامعه ديال والو كان بان لكم غير انا تما. الو كتسمع النفس والو وتقول واش بغا يجاوب. قطعت وهي معصبه وعاودت صونت لهاجر باش تبردهم فيها. اجي انتي فين ديتي ليا اللوطو ديالي؟ هاجر جاوبت وهي مخلوعه بلاتي غير نشرح لك راه والله كنت حطيتها اجا قالت لها هزيتيها وانا نعسه ما حشمتيش وكون بغيت نخرج دابا يلا راه عزيزه عليا كنهزها غير هي. هاجر قالت لها وصافي حتى دابا خليها ليا غير شويه غدا نعطيها لك وانتي هزي شي وحده من هادوك اللي عندك. اجا قالت لها والله ما نتفك معك اللوطه ديالي غدا تكون عندي ما نزيدش لك دقيقه. هاجر قالت لها صافي كوني هانيه. اجا قالت لها فينك بعدا؟ قالت لها راني في لوطيل كنشوف الخدامه فين واصلين. قالت لها مزيان وراه ما بقى والو. هاجر قالت لها وي حتى انا ما متيقاش غدا في الليل عرسي. اجا قالت لها شبان لي كنتجمعوا عليها في هذا الليل في البلاصه اللي كتكون فيها ديما مع الطبقه ديالي اللي كتكون فيها زعما اجا. هاجر قالت لها فكره زوينه هذه. اجا قالت لها ايوا صافي من هني تشوفي عثمان والاخرين اللي كنكون معاهم. هاجر قالت لها صافي مشات انا غادي نقولها ليوسف وسهيل حتى هما يجيو. اجا قالت لها صافي واخا انا نعلم جهاد غادي تفرح يلا سيري خليني نوجد راسي. هاجر قالت لها اواه من دابا؟ قالت لها وراه 6 العشيه هذه يلا نشف شعري ونوجد راسي. هاجر قالت لها واخا حتى تكملي وديك الساعه عيطي لي نوصل عليك. مع قطعت مع هاجر ناضت لشي هاد البيت اللي حدا الدريسينغ حاطه فيه كاع الميك اب ديالها لبسات دو بياس ديالها وزات السيشوار كتنشف به شعرها وكدور طلقه الموسيقى كتمايل معاها وباغا غير يمتى ترجع للديسكو اللي كتمشي ليه هي وصحابها. هي غير مع علمات هاجر اتصلت بكلشي علماتو يجي. بلقيس حبست عليها الموسيقى وقالت لها مالك على هاد السطح كامل. اجا رجعت طلعت الموسيقى ومازال كتشطح وجرات حتى بلقيس معاها. بلقيس حتى هي ناشطه وكتمايل معاها وكتهضر بجد باش تسمعها. شفتك فايقه ناشطه. اجا قالت لها باينه اليوم غادي يدوز مزيان بزاف يا غادي طرا شي حاجه خايبه بزاف اللهم نستغل هاد اللحظه دابا. بلقيس كتضحك على بالها وقربت يديها للجهه حنكها مازال كيضرك. اجا قالت لها لا. بلقيس عينيها بحال الا بداو كيغرغروا سمحي لي يا بنتي حيت نزلت عليك يدي. اجا قالت لها صافي يا ماما صافي نساي عافاك حتى انا نسيت. بقات كتشطح هي وياها. بلقيس دغيا مسحت دموعها وقالت لها كتوجدي راسك خارجه مع هارون. اجا قالت لها لا ماما مع جهاد وصحابنا ديال ديما غادي تكون حتى هاجر. بلقيس قالت لها مزيان ايوا خرجي فوجي شويه حتى انا غادي نخرج مع باباك في الليل. بلقيس اجا قالت لها هاي على الرومانسيه. بلقيس قالت لاش من رومانسيه راه غير حفله عمل وصافي ضروري نمشي معاه. اجا قالت لها هي قولي خفتي عليه لا تشدو ليك شي وحده. بلقيس قالت لها واشنو مالي حمقى نخليه يمشي بوحدو باش
يطرا فحال ديك المرة ديك القورية اللي شداتو ما بغات تطلق منه، تقول غير هي اللي مزوجة به ماشي انا. اجا قالت لها من حقك تهلاي في رزقك. بلقيس قالت لها انا غنمشي يلاه نوجد راسي، وحتى انت ما تعطيش بزاف في الليل. اجا قالت لها اوكي، خلاتها حتى خرجت من الباب، وقالت لها هو قولي لبابا بركه ما يبقى يسمع من الباب، راني كنعرفكم بزوج اذا تلقيتو على شي حاجه. بلقيس قالت لها عفريته. جوزيف قالت لها ما كتزكل والو هاد البنت عندك. بلقيس قالت لي واش شنو راني انا ماماها. جوزيف شاف فيها وهو كيضحك. قولي داكشي علاش ما بغيتيش تخليني نمشي بوحدي. بلقيس قالت لي زيد زيد وسكت، عجبك الحال ديك المره ياك، هاد المره والله لا كانت ليك. هاجر قالت ليه ما كيجاوبش. سهيل قال لها لا والو. يوسف قال لها كملتو. سهيل قال لي كملنا كلشي واجد، بقى غير البوفي، غدا عاد يكمل. يوسف بانت لي هاجر تلفه، مالكي تاني انت دايخه غير بوحدك. هاجر قالت لي هو راه اجا كتسول على اللوطو ديالها، شنو غادي نديرو، وراني قلت ليها خليها عندي من هنا لغدا. يوسف قال انا غادي نصوني ليه واخا راه ما كيجاوبنيش. سهيل قال لي عتقنا صاحبي دغيا راه هادي شويه وتموت ليك هنايا. هاجر ضرباتو صدرو وقالت لي راه اجا اللي غادي تموت فيها نيت الا عرفاتو هو اللي خدا ليها اللوطو. ريناد وقفات حداهم وقالت لهم واش كتهضروا على اجا. هاجر خيبات سيفتا وقالت لها حبيبه كاين شي مشكل. ريناد قالت لها عاد البارح تلاقيتها. هاجر قالت لها ايوا مزيان فراسنا، غير هو المره الجايه الا شفتيها ديري راسك ما شفتيهاش، كنظن كان عليك تفهمي راسك، ماشي ضروري نشرح لك راكي كبيره في عقلك اولا. ريناد قالت لها هاجر راني ما قصدت والو، راه غير شفتها وبغيت نسلم عليها. هاجر قالت لها حتى انا دابا ما قلت لك والو. سهيل قال لها هاجر صلحي فمك شويه. هاجر ما عجبهاش الحال كيفاش هضر معاها حداها، قالت ليه صلح غير فمك انت هاد الساعه، ودابا كمل هادشي راسك، كملوا راسك انا معروضه وخاصني نوصل في الوقت. كنت باغاك تجي الساعه بالي جات لي تلاهيك، وخاصك تخدم ودنيك مزيان باش تسمع الشكاوي، كون غير سديتي لوطيل ودرتي بلاصتو عياده الطب النفسي. يوسف قال لهم واش واقع نتوما هنا من على هاد الصداع. هاجر قالت لي شوفوا هو المهم انا غادي تجي حتى انت. يوسف قال لها راه قالتها لي جهاد. هاجر قالت لي واخا. يوسف قال لهم وما طولش شوفوا في ريناد ودار عند سهيل. انا غادي نمشي عند زيدان. ريناد بقات متبعه بعينيها حتى مشى. سهيل قال لها ايوا شفتك سهيتي في مشى وفي مشيتي بداك العقل. ريناد قالت لي علاش هاجر ما كتحملنيش بحال هكا. سهيل قال لها ويلي ومازال كتسولي. ريناد قالت لي ولكن انا راه ما درت ليها والو. سهيل قال لها السي درتي نسيتي ولا نفكرك، راه خوها هذاك، والاخرى راها صاحبتها اللي تادات، وحتى انت ما مخلياش من حقك باش تدافعي على خوك. ريناد قالت لي اودي. سهيل قال لها شفتك فحال الا هاد الايام كثرتي عليا شويه لا. ريناد قالت لي كيفاش. سهيل قال لها غير كتعرفي يوسف كاين كتمي جايه كتجري. ريناد سرطه طريقه وقالت لي لا غير كيبان ليك. سهيل قال لها حتى نكون ما كنعرفكش، هضرتي مع زيدان بعدا. ريناد قالت لي غير قبيله. سهيل قال لها لا جاوبك مره اخرى قولي ليه رد للسيده اللوطو ديالها. ريناد قالت لي شكون هي. سهيل قال لها شكون من غيرها. ريناد حلت فما وقالت لي ايشا ما فهمتش شنو وقع تاني، ولا عرفتي شنو ما تعاودش ليا عفاك، اخر مره ندخل في شخالات ديال خويا. سهيل قال لها وراك حفظتي الدرس مزيان مع راسك. ريناد قالت لي تقدر تقول هكاك، راك عارف شنو كيوقع الا شي واحد دخل ليه في حاجته يدير اللي بغا، انا ما سوقيش فيه. جوزيف كاس في البيرو ديالو معاه المدير القانوني اللي مكلف بكل ما هو قانوني كيخص الشركه. قال ليه قدرتي تعرف لي شكون هو اللي باعت لي اختي حصتها من الاسهم. داك السيد قال لي مازال حتى الان هويته ما معروفاش، كنظن انه متعمد يتحفظ على سميتو ويخلي الامور سريه، لو كان باغي وجهه يتعرف كنظن انه غادي يجي 4 سنين هادي. جوزيف قال لي بصفتي حامل 60% من مجموعه ديال الاسهم كنظن من حقي نعرف شكون هو، او على الاقل كان يشرفنا بحضوره. هذاك السيد قال ليه ما كنظنش مسيو جوزيف، لو كانت عنده نيه انه شي نهار يجي ما غاديش يفلت الفرصه. جوزيف زير على يده وقال ليه اختي دارت اللي بغات، ولكن هي طمعات وبغات تبيع اسهمها باضعاف ثمنهم الاصلي، وهذا اللي خداهم من عندها بالثمن من وراه شي حاجه. تنهد وشاف فيه. بغيتك تبدا الاجراءات القانونيه باش نعطي لبنتي النص في الاسهم ديالي. قال لي واخا امسيو غدا يكون عندك الوراق واجدين. هارون دخل عنده للبيرو قال لي جوزيف ما يسحبليش راك هنا. جوزيف قال لي دخل هارون نيت خاصني نهضر معك في شي حاجه. هارون جلس قدامهم من بعد ما مشى اللي كان مع جوزيف. قال لي هاني معك وقع شي حاجه. جوزيف قال لي اللي واقع هو الشخص اللي بعت لي اختي الاسهم ديالها مازال ما معروفاش هويته لحد الان.
هارون قال لي ما عرفتش الصراحه الوالده، انا براسي صدمتني بهذا القرار، حيت راه حياتها كامله وهي كتخدم باش تزيد باسم باروخ. ما عرفتش علاش دارت هذه الخطوه. جوزيف قال لي ماما خدات الاضعاف ديال الثمن ديال الاسهم الاصلي. ما كانش شي واحد يقدر يفلت فرصه بحال هذه، وما كنتش انا نقدر نشريهم من عندها بداك الثمن، خصوصا في داك الوقت. هارون قال لي الصراحه ما كنعرف ما نقول لك فاش كيتجبد هذا الموضوع. جوزيف قال لي انت ما عندكش دخل في هادشي يا ولدي، انا باغي نعرف حاجه وحده، شكون اللي عرض على هذاك الثمن وشراهم من عندها. هارون كيحك في الحيط وقال لي الصراحه انا خاطري ما هانيش من هاد الناحيه، كنحس بيه شي نهار غادي يخرج لينا من الجنب. جوزيف قال لي انا ما عنديش مشكل، ولكن غير ما يبقاش متخفي، حيت هادشي غير كيزيد يشككني انه من وراه شي حاجه. هارون قال لي بصح عندك الحق. جوزيف شاف فيه مطول وقال لي شفتك درتي هاد الايام طول الوقت كنلقاك مع بنتي. هارون حك راسو بتردد وقال لي انت عارف بلا ما نحتاج نشرح ليك. جوزيف قال لي ولكن كتبان لي مازال متخوف. هارون ضحك بخيفه ماشي مسألة تخوف، ولكن كنحاول نعطيها وقت باش تفكر على خاطرها. جوزيف قال لي انا معك في هادي، ولكن كنظن انت اللي دابا ما بقاش لك وقت اللي تخليه ليها. هارون باستغراب قال لي شنو كتقصد ما بقاش ليا الوقت؟ جوزيف ناض كيتمشى جهة البالكون اللي عنده في البيرو، وفي نفس الوقت داير يدو في جيابو وحاس ضيف ديال الشوميز من الفوق. قال لي فراسك زيدا ندخل المغرب. هارون ناض من بلاصتو قال لي كيفاش؟ ياك كان قال عمره ما غادي يرجع. جوزيف نصح قال ليه نصحح ليك، قال ما غاديش ترجع لحياتها. هارون تمشى جهة جوزيف وقال ليه وشنو كيدير هنا علاش جا تاني؟ جوزيف قال لي جاي على قبل خدمته، خصوصا المؤتمر اللي كيتقام في المغرب كل عام. كيبان ليا انه المافيا الدوليه هاد الايام مرونه، داكشي علاش مضطر يحضر هاد الايام. شاف هارون كانه كيحضرو، ولكن طول ما هو هنا يقدر في يوم من الايام يتصادف معاها. وديك الساعه ما ضمنش لك هارون انه القرار اللي خدا هادي 4 سنين غادي يبقى ساري مفعول حتى دابا. هارون زير على يدو قال لي دابا شنو المطلوب مني؟ جوزيف كيلبس الفيست ديالو وقال لي خاصك ما تفلتش اي فرصه جات بين يديك، والا غادي تقدر تندم بزاف، حيت كنعرف بنتي مزيان الا جات شي حاجه اللي تشوش ليها راسها ما كتبقاش تعرف تاخد حتى قرار. يعني هادشي كامل اللي خدمتي عليه هاد المده كامله غادي يمشي لك في الزيرو. هارون شاف فيه هو غارق وسط افكاره، ضحك بنفس ابتسامه. حسابي في راسي بلقيس دخلت لعندهم البيرو بعد ما دقات. جوزيف 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 شاف جهة الباب وكتبان ليه بلقيس داخلة، عنده بكسيوة في الأسود كلاس وسامبل جاية لاصقة عليها حتى لتحت ركابها، ومن الفوق فيها كمام حتى هما سامبل، ومن جهة الصدر جاية مفتوحة. كانت في كامل أناقتها، واخا كانت مكلفة راسها بالقليل ولكن جمالها تبرز، خصوصا مع طولتها كتخلي أي حاجة تبان زوينة فيها. جوزيف قال لي هارون تقدر تمشي حتى من بعد ونكملوا هضرتنا. هارون بدون ما يهدر خرج. بلقيس قالت ليه مال هارون؟ جوزيف قال لها ما مال والو، غير حضرته مجرد تحضير بسيط. بلقيس شافت شوفاتو ماشي هما هادوك وقالت ليه مالك حتى انت؟ جوزيف جرها من تحت ظهرها وقال لها شنو هاد الجمال كامل؟ ما نضمنش لك شنو غادي يوقع الا شاف فيك شي حد. بلقيس قالت لي ياك بعدا ما بغيتش نكلف على راسي بزاف باش نبقى رسميه. جوزيف قربها لعنده وبس ليها راسها، ولكن بقى واحد الحاجه ناقصه. بلقيس قالت لي شنو هي؟ جوزيف دخل يديه في لافيست ديالو وجبد بواطه كحله صغيره كانت فيها سلسله رقيقه وفيها الماسه صغيره على شكل نجمه، قدها لها في عنقها وقال لها دابا مزيان. بلقيس مشات لجهه المرايه كتشوف راسها وقالت لي ما كنتيش تكلف على راسك؟ جوزيف قرب لعندها معنقها من اللور، قال لها حتى حاجه ما تغلى عليك. بلقيس دارت لعندهم دورة يديها على عنقه. شنو دابا غادي تبقى غير تشوف فيا هكا؟ ما غاديش نمشي؟ جوزيف ابتسم ليها وقال لها صراحة فكرة زوينة هادي، ما كرهش نبقى نشوف غير في هاد الزين اللي عطاني الله، اش داني انا شي حفلة عمل. بلقيس دارت ليه ضحكة صفراء نو غادي نمشي حيت خاصني نرجع الصرف لديك السفريطة اللي كنت راني عارفاها غادي تكون تما. جوزيف شد كرشو وهو كيضحك على هضرتها انتي والله حتى حمقى، واش غادي ديري راسك في هاديك؟ بلقيس قالت لي هي انا ما دايراش راسي فيها، غير غادي نعلمها فاش نكون مع راجلي ما تجيش تلصق فيك حتى هي. رفعت صبعها وقالت لي راك مزوج بيا انا بوحدي. جوزيف جراها عنده معنقها وهو كيضحك بلقيس اش هاد الغيره عندك؟ بلقيس قالت لي واشنو الا ما غيرتش عليك انا شكون يغير؟ هزت ساكها وجراتو وقالت لي يلا نمشي وراه غادي نتعطلو. ايوا ندوز عند ارجا.
ضربت ال11 ديال الليل وهي عاد واصلة للديسكو اللي مولفة كتجي ليه. فرانات في الباركينغ كيف ديما، اللوطو ديالها شادة بلاصة ديال 3 الناس. خرجت من اللوطو وهي ما حملهاش حيت عالية بزاف، زعما ديك اللوطو الاخرى اللي شدات. وقفت قدام المرايا كتقد في راسها، ايوا كامله لبسات غوب سواري في الاحمر كعلين طرطق ليها على لحمها وبزز باش واصله ليها الفخاده، ومن فوق فيها سميطات رقاق وسطرها كله باين. عاد لابسه سنيديلها في الكحل سميطات وشعرها هزاه كوب شوفال. جهاد جات عندها هجمه عليها من اللور، مالكي على هاد التعطيله. إجا غير قالت لها غير سكتي راه بزاف باش وصلت، الطريق كانت عامره بزاف. جهاد قالت لها راه هاجر ويوسف وصلوا قبيله راهم داخل. إجا قالت لها ويلي دغيا جاو. جهاد قالت لها وياه يلا سربي راه كلشي كاين داخل، عرفتي شحال من واحد سولني عليك. إجا قالت لها بيان سور راه انا اللي كنزهي لكم هاد الديسكو. تما تداخله وهي كتسمايل، وفي كل ما كتقرب صوت الديسكو كيزيد كيعلى حتى دخلوا لداخل وزاد تجهد الصوت. كانت الدنيا عامره والضواو كيعميو العينين الا ما كنتيش مولف بها صعيب تشوف وسطهم. مع دخلات كلشي دار لجهتها، حتى من ديت شي على راها دخلات تمشات وسط منهم، واللي كدوز من حداه كيوقفها وكيسولها فين غبرات. اجا كتهضر بصوت مجهد مع جهاد، ما يسحبليش توحشوني لهاد الدرجه. جهاد قالت ليها ما شتي والو، الديسكو خواليهم من نهار ما جيتيش، انا اللي علمتهم راكي جايه. اجا قالت لها اي هي انتي خطيره وليتي كديري لي كولابوراسيون على ظهري. جهاد قالت لها شنو. ايوا اجا جلست في لاطابل جات مقنته، كانوا جالسين فيها يوسف وهاجر ومعاهم حتى عثمان. عثمان قال لها فين هاد الغبره. عثمان ناض لعندها وقال لها انت اللي غابره، ولكن ما غبرتيش على والو، رجعتي شفتك زدتي زيانيتي. اجا قالت ليه واجا باروخ واجرك على الله هادي. عثمان قال لها ولكن ما قلتيش لي عندك هاد صاحبتك فين كنتي مخبيه علينا. هاجر اجا شافت في هاجر وهي كتضحك. ماشي انا، راه ناس اخرين الا سمعوك دابا غادي تمشي فيها. هاجر كتضحك وقالت لها زعما شفتيني غير انا مسوقه، رمات يديها على عثمان مع نقاه من كتفو. دابا انا بغيت نشطح، كيف غادي ندير وسط هادشي كامل. يوسف قال واقيلا انت حماقيتي. هاجر قالت لي فحال داك الشيء. عثمان جرها من يديها وقال لها هي اللي ما تعاودش. هاجر كدير باي باي الاجا وغدا كتشطح وعثمان هي وعثمان قالت لهم تشاو. جهاد كتضحك وقلت امي انت حماقت هادي ما فيهاش. اجا جلسات حدا يوسف وقالت لي فين هو سويد. قال لها مازال ما جا، عاد غادي يوصل علينا. اجا عيطات على السيرفور وحتى هو دغيا فهمها شنو باغا وجاب ليها. جهاد مشات جلست حدا يوسف. يوسف قالت لي يوسف شفتك ما خديتي حتى حاجه تشربها. يوسف قال لها انا ما عارف والو هنا، انت خدي لينا شي حاجه. جهاد قالت لي هي الاولى. عيطات للسيرفور ودارت لعندو. المقابله ديال البارح كانت زوينه تبارك الله. يوسف قال لها شفتيها. جهاد قالت ليه بيان سيغ شفتها، اصلا راك عارف خويا الصغير مبلي بلي كومبا ما كيفلاش حتى مقابله كيف ما كانت. يوسف قال خاصني شي نهار نشوفو بحال والو نعطي العادل فاش يتلهى عليا شويه. اجا بغات تخليهم بزوج، هزات الكوكتيل اللي كانت كتشرب منه ومشات للجهه فين كاين البار تشوف شي حاجه تاكلها، حيت ما واكله والو هاد العشيه وخاصها تعمر الكريشه باش تلقى السفل لهاد الليله. طلعت على جهاد لقاتها جالسه هي ويوسف كيضحكوا ناشطين، عاد بانت لها هاجر حتى هي ناشطه مع عثمان كيشطحوا وما نقصهم حتى خير. وشافت فراسها ولقات ما معاها حد من غير داكشي اللي كتاكل. حطات يديها على حناكها وندمات حيت ما عيطاتش لهارون يجي. حتى جات ليها هاجر جراتها من اللور وغدا بها للوسط فين كيشطحوا، وحتى هي ما قالتش لا دغيا ديمارات وما حساتش براسها. في لحظه عثمان هزها وطلعها فوق المنصه اللي كيكون فيها دي جي، وعاد الصوت زاد ولا قوي وهي فقدت السيطره على راسها. هاجر كتهضر في ودنين عثمان وقالت ليه شنو واقع هنا. عثمان قال لها لا ما واقع والو غير اجا كاينه اليوم. هاجر كتشوف اجا مصدومه، راه هذه هي صاحبتها اللي عرفتها شحال هادي. لا ما يمكنش. عثمان قال لها سي. اجا غمزات دي جي دغيا قلعها، خدات من عنده واحد القرعه ديال الشراب كبيره. ايوا وحركاتها خدات الميكرو من عنده وقالت لهم دابا عاد بدات السهره مع هضرات كل شيء. بدا كيصفر وزادت لامبيونس، خدات ديك القرعه وفتحتها وحطت صباعها في الراس ديالها وبدات كترش عليهم وكتضحك فايله عايشه في عالم اخر. واكثر من هذا الشيء انه كلشي عاجبو الحال حيت كتنشط ليهم الليله وما كتخليهاش ممله فحال اي ليله عاديه. شافت فهجر اللي حله فمها فيها، جرتها طلعت تحتها ما هي غير جزء من ثانيه حتى اندمجت معاها. اجت لقات شعرها وكتمايل مع داك الزده وعاجبها الحال، كتفرغ كاع داكشي اللي عاشتو هاد اليومين وهي ما واهياش بالعينين اللي حاضينها من بعيد. هاجر قالت لها انا صافي سخفت.
إيجا قالت لها صافي هذا جهدك. هاجر قالت لها ميمتي حرا شطح لي ما شطحتوش حياتي كامله شطحتو اليوم. إيجا قالت لها نمشيو نجلسوا معاهم. هاجر قالت لها ميمتي يا اختي على سوفل عندك انا غادي نمشي نرتاح. إيجا قالت لها واخا انا نمشي نقد حالتي ونوصلها ليكم. هاجر قالت لها اوكي. تمشات لجهه البلاصه فين كانوا جالسين حتى جرتها شي يد دارت مخلوعه وقالت ليه مالنا ياك لاباس. كان سهيل زير عليها من يديها وقال لها هادشي لا جاي هنا. هاجر قالت لي ياك قلتي ما غاديش تجي شفتك ساليتي مع رينات قبل من الوقت. سهيل قالت تحركي قدامي اش مازال كديري هنايا وانتي غدا عرسك. هاجر قالت لي طلق مني ماشي سوقك حيت مع صاحبتي جيت. سهيل جرها من تحت ظهرها وهو ناوي على غزيت. هاجر ما تعصبينيش ديري عقلك وزيدي تحركي. هاجر بعدت يدي عليه وقالت لي واش سوقك جيت مع خويا. سهيل قال اخوك مشغول ما مساليش لك. وحاجه اخرى راك سوقي ما تنسيش راك مرتي وليك ما سحب لك حيت مازال ما درت لك والو ومازال ما درنا في الطاجين ما يتحرك راكي ما مزوجاش. هاجر قالت لي من نيتك سهيل. سهيل زير عليها في يديها وقال لها دابا تحركي قدامي جلسي تبتي ولا غادي نهرسك هنا. وحسابنا مازال ما تسالى مازال غادي نتفاهموا كيفاش مخليه هذاك يتلمس فيك وانتي فرحانه كتشطحي. هاجر عرفت راسها قفراتها وزاد قدامه بلا ما تهدر حتى رجعت باللور وقفت مصدومه. ميمتي شنو كيدير هذا هنا. سهيل قال لها هاجر جلسي تبتي وما تدخليش في شي حاجه ما كتعنيكش. هاجر قالت لي واش تسطيتي ولا مالك راه انت غادي تجي وتشوفوا واش بنيتك. سهيل جرها من دراعها بقوه وقال لها لحد الان زيدان الا ما كانش حيدك من طريقه راه غير على قبلي وقبل يوسف. ما تدخليش في شي حاجه ما كتعنيكش هاجر حسن ليك خليه بينه وبينها انت ما عندكش داخل بيناتهم مشاكلهم يحلوها بيناتهم شنو ما كان كيطرا بيناتهم من قبل هاجر شافت فيه وقالت ليه بعد يديك عليا. سهيل قال له ما تنسيش غدا من ورا العرس راه ما غاديش نكونوا هنا كيف كنا مخططين وانا ما غاديش نبدل خططي على قبل شي واحد كيف ما كان. ودابا قصي خلينا ندوزو هاد الليل على خير. هاجر مشات معصبه لجهه الطبله وعارفه ما في يديها ما دير. جلست حدا يوسف وجهاد. جهاد قربت لودنيها وقالت لها الله شكون هاد الزين كامل اللي جالس معانا انا راه صافي ضغط. هاجر جاوبتها وهي كتشوف فيه وما حملاش. زيدان هذا هو زيدان المالكي. جهاد حلت عيني على جهدهم. هذا. هاجر طحت على فكره وقالت لها جهاد سيري وصلي على اجال التواليت وديها قولي ليها راه مشى وانا غادي نهضر معاها من بعد. جهاد قالت لها صافي واخا. وقفت مزروبه حتى كتلمحها واقفه قدامهم. اجا رجعت باللور لدرجه اختل توازنها حتى من الكاس اللي كان في يديها ما بقتش قادره تشدو بين يديها. عينيها ما قدرتش تبعدهم عليه كانه شوفاته كيشبهه لاول مره جات عينيها في عينيه كانه رجع نفس داك الشخص القديم اللي عرفاته اول مره قاصح وما كيرحم حد. وقفه غير بسس كانه رجليها ما هزينهاش نفسها ما بقتش قادره تطلعها وكتمنى شي حد يجي ويهزها من ديك البلاصه لانه رجليها اللي غادي يهزوها ما بقاوش حاسه بهم ولا عارفه تحكم فيهم. قطعه من افكارها غير الكاس اللي طاح من يديها وفيقها من دوامه افكارها. ايجا رجعت عينيها وكتشوف فيهم كاملين عينيهم عليها كانهم كيتسناو ردة فعلها. ضحكت باستهزاء وهي شاده راسها غير بزز ومازال عينيها في عينيه. جهاد يلا نمشيو. جهاد تلفه ما عارفه ما دير وقالت لها واخا. سهيل قال لها مازال الحال يلا جينا شحال ما تجمعنا هكا. يوسف قال لي سكتنا صاحبي. هاجر نوضي نتحركوا حتى حنا. هاجر قالت لي واخا. اجت تما تغدا ورجعت باغا تاخد ساكها اللي كان بالضبط حدا زيدان. قالت لي واخا ناخد ساكي. زيدان هزو من حداهم مدو لها وقال لها هذا. اجا خداتو ليه من يدي. عثمان جا من اللور مع النقه وقال لها فين مشيتي من الصباح وانا كنقلب عليك ويلي صافي غدا. اجا قالت لي غادي نمشي عييت شويه. عثمان قال لا 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 ما نخليكش تمشي مازال يلا بدات الليله الزين. شاف جهاد وقال لهم شبان لكم نكملوا السهره في بلاصه اخرى كيف ديما. اجا رجعت مكمله طريقها وكل ما كيهمها في ديك اللحظه هو تبعد على البلاصه اللي كاين فيها هو وتبعد على عينيه اللي حاسه بهم كانهم كيخترقوها. مشات بالزربه كدوز من وسط الناس طلعت في لاسانسوغ وهبطت للطابق الارضي فين كاينه اللوطو. هاجر جايه كتجري من وراها وقالت لها ارجع بلاتي. اجا دارت عندها وهي كتنفس بزز. كنتي عارفه ياك كنتي عارفه راه جاياك. اجا هاجر قالت لها بلاتي غير نشرح لك راه حتى انا. اجا رفعت صوتها وقالت لها كنتي عارفاه رجع ومخبي عليا شايفاني كنتعذب وما قلتي لي والو. جهاد جايه كتجري تبعهم وقالت لهم مالكم نتوما كتغاوتوا واش تسطيتوا. هاجر قالت لها اجا غير سمعيني راه من نهار جينا من ايطاليا هو مشى فحالو ما يسحبليش غادي يقدر يبان قدامك حتى انا فحالي فحالك ما كنتش كنظن غادي يجي هنا داكشي علاش ما قلت لك والو. اجا معصبه وقالت لها برافو يعني هاد المده كامله كان معكم في ايطاليا وما عمرك ما قلتي لي شي حاجه. هاد المده كامله وانت كتكذبي عليا هاجر.
جهاد قالت لها إجا صافي تهتني. يوسف حتى هو جاي ياخذ اللوطو ديالو. هاجر مشينا. هاجر قالت ليه بلاتي يوسف خليني غير نهضر معاها. إجا قالت لها ما عندنا فاش نهضروا، حيت حتى حاجه ما كتبرر الكذوب ديالك. خضرت ساكها ويديها كيترعد وكتقلب على السوارت ديال اللوطو. كملت طريقها لجهه اللوطو ديالها حتى كتبان ليها اللوطو ديالها الاخرى. إجا رجعت عندها وقالت لها عطيني لي كلي ديال اللوطو ديالي. زيدان شاد لي كلي بيديه وقال لها كتقلبي على هادو. إجا شافت فيه وهاجر مازال مصدومه على وجهها، زعما فيها صدمه. زيدان قرب منها وعينيه ما كيبشروش بالخير. هدرت واش كتقلبي على هادو؟ إجا مع شيتات قوتها وتكلمات وقالت ليه شنو كيديروا عندك؟ زيدان قالها ماشي مهم كيفاش خديتهم، المهم هو كيفاش انت غادي تاخديهم. إجا غمضت عينيها وكتحاول تكالما. غادي تعطيني الكلي ديال اللوطو ديالي دابا ولا ما غادي يعجبك حال؟ زيدان ابتسم وهو معجب بقوتها. ماشي بهاد السهوله، مازال عندنا حسابات ما صفيناهمش. إجا قربت ليه وعينيه في عينيه وقالت ليه حسابات ناس سي زيدان المال كيصفيناهم وشحال هادي، الا نسيتي نفكرك ودابا غادي تعطيني اللوطو ديالي ومن الاحسن ما تبانش قدامي طول ما انت هنا. زيدان عينيه مفكسين فمها كيف كيتحرك وما ما على بالوش شنو كتقول. قالها فاش تبغي اللوطو ديالك انت عارفه فين غادي تلقيني. إجا بدات كتعصب وقالت ليه واش انت حمق ولا مالك؟ زيدان جبد السيجار ديالو كيشعل فيه وقال لها ما عنديش مشكل الا بغيتيها دابا نعطيها لك ولكن بشروط. إجا ضحكات وهي مفقوصه. شروط؟ باش ناخذ اللوط ديالي انت غادي تشرط عليا؟ واحد فحالك انت غادي يشرط عليا انا؟ زيدان صات فيها الدخان على وجهها وجرها لعندو مزير على دراعها وهو معصب من هضرتها. قرب لودنيها وكيهضر بنبره قاصحه وما مسموعاش ولكن مستفزه. ما تنسيش هذا اللي كتهضري عليه فحال هكا كنتي ناعسه بين يديه في يوم من الايام، يعني من الاخر ما تنسيش شكون دوزتي مع ديك الليله. إجا شافت فيه كأنها مش مأزة منه. وما تنساش انت انك شيطان وانت اللي هددتيني ونزيدك ديك الليله اللي كتهضر عليها ما كتعني ليا والو. زيدا شاف فيها هو غالب عليه طابع الهوس. كيبان ليا ما نسيتي والو. إجا قالت لهم مستحيل ننسى ودابا عطيني اللوطو ديالي وكنتمنى انك ما ترجعش، انك ترجع منين جيتي كاع. زيدا ضحك بسخريه وقرب لعندها ودوز يدي على شعرها. ماشي بهاد السهوله اللي كتظني، غدا غادي نصيفطك العنوان فين تجي عندي. إجا بعدت عليه وقالت ليه في احلامك. زيدان ابتسم على الجرأة ديالها اللي زايده على اللزوم وقال لها الا ما جيتيش حاجه اخرى هذيك، يعني غادي تعلني الحرب على راسك. كنصحك ما تحاوليش. إجا تمشات لجهه اللوطو كتحلها. راك ما بقيتيش كتخلعني ديرها في بالك. زيدان قالها على خاطرك غادي نخليك تشوفي كلشي بعينيك. إجا قالت لي اعلى ما في خيرك ركبو. طلعت في اللوطو رمات وكسيرات بالجهد خارجه من الباركينغ. زيدان حتى هو طلع في اللوطو كسيره من وراه وخارج حتى هو كان غادي يدوز فيهم. مخلي كلشي واقف مصدوم بالرغم من انه غير ناشط وعاجبو الحال خصوصا من الجرأة اللي متعودش عليها كانها انسانه اخرى غير هذيك اللي عرف، ولكن تعيا ما تخبي نفسها القديمه لكن كتبقى مكشوفه قدامه قادر يقراها كامله بالرغم كاع محاولاتها باش تخبي راسها وتبان قويه قدامه. ندوزو عند إجال اللي خارجه مكسيريه كتسوق بجهاله مزيره على الفولون ورافضه انها تنزل ولو دمعه وحده لدرجه الطريق ما بقاتش كتبان ليها. حلات الشرجم ديال اللوطو كتحاول تدخل النفس لصدرها لانها بصعوبه كانت كتم انفاسها وهي قدامه باش ما تبينش توترها وخوفها. فرانت في الجنب ديال الطريق كتحاول تهدد راسها من ديك نوبه الهلع اللي كتجاتها. جسمها كله كان كيترعد وقلبها كينبض بسرعه. حطت راسها على الفولون وهي حاسه براسها عيانه وفشلانه لدرجه ما لقاتش القوه باش تحرك يديها وتسوق براسها حتى الدار. ما حسيتش براسها حتى داها النعاس وهي متكيه على الفولون كانها باغا تهرب من اي حاجه كتحيط بها عن طريق النعاس باش ما تبقى حاسه بوالو وما تفكر في والو. وكتمنى كانت تقدر تهرب وتبعد من كل شيء ولكن لا ما عارفاش المفر. جوزيف معتمد عليها وهي عارفه مزيان شحال هو باغي يرتاح ويحط الحمل وكذلك حياتها كلها هنا ما تقدرش بسهوله تمشي وتخلي كل شيء، يعني بمعنى اصح يا تحارب اي حاجه جات وقفات قدامها في طريقها يا تهرب من كل شيء. وبطبيعه الحال هذا الحل بالضبط هو اللي ما تقدرش عليه. هاجر واقفه كتمشى في الصالون وهذا التليفون ديالها كتقول ما كتجاوبش وقيله نصوني على خالتي بلقيس نسولها واش وصلت ولا لا. لا لا لا, لا ما جاتش غادي غير نخلعها. فين غادي تكون مشات؟ ما بغيتش نخلعها انا عارفاها محال تمشي للدار نيشان عندك توقع عليها شي حاجه. يوسف قال دابا مالك مصدع راسك معاها خليها حتى تبرد وغادي تعاود تصوني ليك. هاجر قالت لي اسكت انت ما كاينش اللي طيحني في هادشي قدكم. يوسف قال دابا خليها حتى تبرد وراه عادي تهضر معاك كنتي سيري ناسي راه فات الحال وغدا تابعك بزاف. هاجر قالت لي جي بعدا شكون قال لي راه حنا تما ما تكون غير انت ولا سهيل. يوسف هز يديه وقال ماشي انا. هاجر كتقرب ليه وكتقولي مأكد؟
يوسف كيبعد عليها وقال لها راه قلت لك شنو كاين اختي، بعد المرات كتخلعيني وما كنعرف واش انا اللي كبر منك ولا انت. هاجر قالت لي ودني منك يا يوسف لا تكون انت. يوسف حتى بعدا عاد ارتاح، قال لها راه قلت لك شنو كاين. هاجر قالت لي المهم انا طالعه الناس، فيقني غدا بكري راه التليفون ديالي قريب يطفى. زيدان جالس في الجرده وحط رجلو على الطبله، شاد سيجار في يد ومشروب ديالو في يد. شير الكارد باش يجي لعندو. قال لي فين هي؟ الكارد قال لي مازال في نفس البلاصه اللي بقات فيها من قبيله، ما حركتش اللوطو ديالها من جنب الطريق. زيدان قال لهم حضيوها مزيان وديك الطريق ما نبغي حتى واحد يدوز منها، غير تحرك هي من تما علمني. رينات جات جلست حداه وقالت ليه شكون هي؟ زيدان قال اش كديري انت هنا في هذا الوقت؟ رينات قالت ليه جيت نشوفك، ما يسحبليش راك دخلتي للمغرب حتى قالها لي سهيل. زيدان قال لها مزيان. رينات قالت لي بتردد واش اخويا رجعتي معايا رجع؟ زيدان ضحك بخفه وقال لها تقدري تقولي هكاك. رينات بغات تشوف فيه وشنو من تحت راسو. قالت لي ولكن انا على ما سمعت راها مخطوبه لهارون وكلشي كيهضر عليهم. زيدان حيد رجليه من الطبله وقال لها ما حدي انا كاين، ما كايناش شي حاجه سميتها هارون. رينات قالت لي نسمي هذا حب تملك. زيدان شاف فيها ومخنزر، تخلي سوق راسك رينات. رينات افات وقالت لي وغير كنسولك فراسك شفتها هادي شي يومين تقريبا وسلمت عليها ما شفتش حتى في وجهي. زيدان كاين فات من السيجار ديالو ما مسوقش ليها. ريناد كتضرب بوحدها كيف شي حمقى الصراحه، زادت زيانات على قبل وكبرات على اخر مره شفتها ياك. زيدان رجع راسو اللور وكتبان ليه بين عينيه غير هي ينطق بصوت غير مسموع. واخا خرجت للطريق شويه ولكن غادي نقادها. ريناد شافته هي متعجبه. انت والله ما يقد عليك غير اللي خلقك، ولكن انا عارفك شنو باغي. زيدان شاف فيها حيت هو براسو ما عارف شنو باغي. قال شنو؟ رينا طلعت حاجبها وقالت لي بغيتي تبعد عليها ولكن في نفس الوقت تبقى ليك، هادشي اللي باغياك حيت انا كنعرفك وما كيعجبكش اللي قيس لك حاجتك اولا. زيدان قال لها يمكن. رينا قالت لي ماشي يمكن، انا مأكده من هادشي واصلا ماشي بعيد حتى هي تكون مازال كتفكر فيك. هزات راسها من فوق الفولون ودموع مازال واحلين ليها في عينيها، تمنات كاع اللي حاجته يكون غير حلمه، لكن للاسف هذا هو واقعها اللي ما عمرها قدرات ولا غادي تقدر تهرب منه شي نهار. حيت زيدان كانوا باقي لعن عمرها عرفات كيفاش تقدر تتخلص منها. طلعت عينيها في السما وبان ليها النهار بدا كيطلع. شدت في راسها اللي كيوجعها وخرجت من اللوطو غير بزز لانها ما قدرتش تحرك حتى جزء من جسمها. تكات على اللوطو ورجليها فاشلين عليها وهي كتطلع النفس لصدرها بصعوبه، حيت عارفه مزيان داكشي اللي جاي من هنا لقدام، وكتعرف زيدان المالكي مزيان ولأي مدى يقدر يولي قاصح وما كيرحمش. تكات براسها على اللوطو مطلعه راسها السما وكتحاول تحيد صورته البارح من بين عينيها، وشفتو اللي كان جمد من الحجر خاليه من الاحاسيس ومجرده من اي عواطف. الشي اللي خلاها تفكر نفس داك الشخص اللي خدا انتقامه منها واخا ما عندها حتى ذنب. سمعت التليفون ديالها كيصوني وهزاتو وهي كتشوف نمره غريبه ما مسجلاش عندها. حطت التليفون على ودنيها حتى كتسمع الصوت اللي خلى كيانها يتزعزع من بلاصتو ويبشرها انه ليله البارح ما هي غير بدايه داكشي اللي مازال جاي في الطريق. اجا كتمشى هقاتها بيديها قالت ليه شنو باغي؟ زيدان قال نبغيك اليوم تكوني عندي، شوفي العنوان اللي صيفطو ليك. اجا جمعت قوتها وطرات شنو مازال باغي مني؟ زيدان كيهضر بودنا بغيتي اللوطو ديالك اجي ليها في العنوان اللي صيفطو ليك. اجا قالت ليه انا غادي نصيفط لك اللي يجيبها. زيدان زير على الكاس بيديه وقال لها اجا خلاها بصوتو. زيدان نطق بنبرة التهديد وهو مزير على فكو. هضرت هضره وحده، نبغيك تجي لعندي هنا برجليك والا راك غادي تدخلي راسك في حرب ما قداش عليها، واياك يجا تحاولي تدخلي معايا في حرب حيت لا انتي لا اللي واقفين وراك ما غاديش تخرجوا منها سالمين. اجا متكي على لوطو هي حاسه بضعف كبير في داخلها وكتهضر بنبره باكيه وكانها كترجاه. اياك مشيتي بخاطرك، علاش كدير هكا؟ زيدان ضحك ناس ضحكه وقال لها اجي وغادي نجاوب على كاع داكشي اللي في بالك. اجا كتنفست بعمق وهي كتحاول تقوي راسها، مسحت عينيها من الدموع ونطقت بتحدي واخا انا غادي نجي دابا كاع نشوف شنو مازال عندك ما تقول. زيدان عض شفايفو وهو عاجبو الحال. دابا درتي عقلك في راسك ما تعطليش. اجا قطعت عليه وطلعت في اللوطو ديالها وهي كره حالتها. الا ما ندمتك يا زيدان الملكه على داكشي اللي درتي فيا واللي مازال كديرو ما نتسماش اجا باروخ. كسيرات باللوطو على جهدها وقالت ليه غادي تدفع الثمن غالي، الا ما كانش يقد عليك القانون وياخد حقي منك انا غادي ناخدو بيدي. ضربت في الفولون وعينيها حمرين بالدموع وعامرين. قالت ليه الا ما خليتك تركع على رجليك وعلى رجليه وطلبني غير نسمح ليك ما نسماش اجا.
ندوزو عند هاجر اللي فايقه بكري باش توجد راسها. ناضت مقلوبه ونعاسها خاسر حيت لي الكل وبالها غير مع يزجه، ما عرفتهاش فين مشات وما قدرش تسول بالقيس وتاخد منها شي خبار. بدلت عليها دغيا وهبطت لتحت. لقات يوسف يلا داخل وبينه كان كيتريني في جنب البحر. يوسف قال لها شفتك فايقه من دابا. هاجر فات منه قالت لي حتى نكون ناس بعدا. يوسف قال لها خليها دابا تبرد على خاطرها ونرجعوا كيف ما ولفتو. ترجعوا صافي دابا. هاجر قالت ليه منين خرجت لينا هذه تاني. يوسف قال بردي شويه راه نهارك هذا نسي عليك اجا شويه راها ماشي بنت صغيره. هاجر شافت فيه هي كتضحك بعصبيه. ما كنهضرش على يجا، كنهضر على هذه اللي جايه في الطريق. يوسف دار اللور وقال لها شكون؟ ريناد. هاجر قالت لي وشكون من غيرها، هي اللي زايده علينا في هذا الشيء. يوسف قال لها كان قال لي سهيل غادي يصيفطها ومعها شي بنات باش يعاونوك. هاجر خرجت في عينيها وقالت لي ولد الهم بقى حتى الثقافيه غير اللي عول عليه لقاها غا هي اللي تقد ليا ونهار عرسي. يوسف دارو عندها عاود شاف فيها. دوزي هاد النهار بخير هاجر مقادين على صداعات. هاجر شافت فيه بنص عين وقالت ليه اجي نتا ياك ما. يوسف ضحك باستهزاء وقال هذاك الشيء اللي بقى ليا نيت. هاجر قالت ليه واي غير الا بغيتي. يوسف حتى قربت حداهم ريناد وشاف هاجر وقال لها انا غادي نطلع ندوش عليا. ريناد قطبها بعينيها حتى مشى. هاجر قالت لها فين هما البنات اللي جايين معاك. ريناد قالت لها ها هما قربوا يوصلوا. هاجر تما داخله لداخل ووقفت كتشوفها ساهيه وما عندها ليها كانه. واش ما غاديش تدخلي. ريناد مازال واقفه بلاصتها وقالت لها واخا انا جايه. نيتها هو سهيل حتى هو جاي. هاجر دات من وراها ورجعت كملت طريقها للكوزينه تفطر. ريناد شافت سهيل باستغراب وقالت لي مخاصمين. سهيل باقي تابعها بعيني وحاضيها كتعوج بداك الشورت قصير وعاجبها الحال. لا غير طراو شي حوايج البارح. ريناد قالت لي اجي عاوتاني ياك. سهيل قال لها قولي لزيدان اما هذيك البنت ما دايره والو وهو اللي سخن عليه راسو وناوي يبدا يحرب مع جوزيف. ريناد قالت لي انا ما نقدرش نهضر مع خويا في موضوع يجا ما كيقبل حتى واحد يهضر معاه في اي حاجه كتخصها. سهيل قال لها الله يدير لي فيها الخير وصافي. شاف فيها بشك وقال لها مأكده ما غاديش يجي اليوم في الليل ياك. ريناد قالت لي وفحال الا انت ما كتعرفوش ما كيعجبوش فحال هاد الشيء. سهيل قال لها انا غادي نخرج راسي من هاد الشيء ويدبروا راسهم. ريناد قالت لي حتى انا داكشي اللي درت. كنفكر غير في راسي هاد الساعه. سهيل قال لها اكدا ما كاينش شي واحد اخر زعما. ريناد ضحكت بحزن وقالت لي سهيل راك كتشوفو ما كيشوفش ليا حتى في وجهي. تبدل ما بقى كاع داك يوسف اللي كنعرف. راك شفتي 4 سنين ما عاود حتى سول فيا. سهيل قال لها بيناتكم انت اللي جنيتي على راسك وجريتي عليه بيديك. ريناد ضربت بسكه وقالت لي زيد في حالك ما كتعرف تخرج من فمك حتى كلمه زوينه زعما ضروري تفكرني في داكشي اللي درت. سهيل دخلوا الحق على هاجر اللي كتقرقب في الكوزينه وقال لها صباح الخير. هاجر ما شافش لجهته وقالت لي صباح الخير. قال لها مازال فايقه من البارح. شفت فيه وهي عاقده حجبانها كتشرب الماء وما كتجاوبش. سهيل قرب لعندها وجبدها لعنده بخفه من عنقها. راسك قاصح انتي اللي غلطه ومازال زايدها بهاد النفخه. هاجر خرجت في عينيها وقالت لي انا غلطه. سهيل زاد قربها لعنده وحاط يديه على تحت ظهرها واليد الاخرى في رقبتها قرب لودنيها. شكون هذيك اللي دخلت البارح ولقيتها كتشطح مع واحد وحاط يديه على تحت ظهرها وكتلمس فيها. زير على تحت ظهرها بيديه حتى تقصحات وقالها ماشي انتي. هاجر بقات غير كتشوف فيه وما عارفاش باش تجاوبو. طلعت عينيها فيه وباينه باقي معصب. هو دوز يديه على وجهها وقال لها ولكن غادي ندوزو هاد المره. دوزوها هالصبعو في وجهها وقال لها غير هاد المره حيت اليوم عرسنا الا تعاود فحال هادشي. جرها من ودنيها فحال شي بنيته صغيره. ديك الساعه غادي تكون هضره اخرى فاهمين. هاجر كانها فمها تسد حركت غير راسها وعويناتها كيبحلقوا فيه. سهيل قال ليها وكيشوف الشنيفه اللي كتعط فيهم بقوه التوتر وطلع عينيه في عينيها وابتسم. شفتي شحال كتباني زوينه ملي كتكوني ظريفه وكتحيدي قصوحيه الراس. قرب لعندها وطبع بوسه خفيفه فوق شفايفها. علاش ما تبقايش ديما هكا ضروري تخرجي ديك هاجر اللي عرفتها النهار الاول. هاجر تفكرت اول نهار تلاقات بيه والقلب اللي دارت ليه وضحكات بلا ما تحس. يوسف دخل عليهم وهو كيقاد الشوميز ديالو. شفتك جاي على الصباح ما قدرش تسنى حتى العشيه. شاف هاجر وقال لها شفتك انت فرحانه غير قبيله ما كان عاجبك حال. هاجر خرجت ليه لسانها ومشات تكمل الفطور وقالت لي سهيل فطرتي تبغي نقد لك معايا. سهيل كاين فقس في يوسف وقرب لعندها وباسها من حنكه. واخا فطرت ولكن الا قالها لي يا حبيبي ما نقولوش لا. يوسف شير عليه بمغرفه وقال لي ولاني راك كتقلب عليا من عندي انت كتقلب عليها من شحال هادي وانا قلتها لك. هاجر كتضحك عليهم وقالت لي فين غادي بعدا على الصباح شفتك مقاتله حاله. يوسف كيلبس ساعته وقال لها خاصني نمشي نشوف الخدمه كيف غادا تلاهيت مع لي كومبا ونسيت الخدمه. هاجر قالت لي بصح كون غير ديتيني معاك.
يوسف قال لها ما عندك فين تمشي اليوم، الا بغيت شي حاجه راه غادي نصوني لك. هاجر قالت لي ولا عرفتي شنو، البيرو ديالي كامل راه تنقل هنا، كاع داكشي اللي تحتاج غادي تلقاه تما. يوسف قال لها واخا، شاف سهيل وقال لي تحرك معايا. سهيل ساهي فيها وهي كتقاد ليه الماكله. يوسف قال لي كنهضر معاك. قال لي سهيل شنو؟ يوسف قال لي تحرك غادي ندوزو لوطيل هو الاول قبل ما نمشي. سهيل خنزر فيه ما حملوش حيت حبس عليه لحظه. ها هو جاي سبقني. هاجر كتضحك عليه وقالت لي وسير دغيا راه مشى. سهيل خشي راسو في عنقها وقال لها على سلامتي غادي نتفك من هاد خوك. شاف فيها وهو كيضحك. الصراحه انا بغيت ليه ريناد، هاد خوك ما يقد عليه غير زيدان على هادشي اللي دوز عليا. هاجر خنزرات فيه وقالت لي بزاف عليك حتى خويا رجع تاني ديك السفريطه ديال ختو، واخا تبقى غير هي اللي عندها مولاي السلطان في هذا العالم ما نزوجهاش ليه. سهيل ضحكات وهضرت وقال صلحي فمك الزعتر دابا تسمعك. هاجر كتفرنس عجبها الحال، قالت لي داكشي اللي باغا انا نيت. في جهه اخرى من المدينه كانت وصلت قدام الباب ديال القصر ديالو. قبل ما توقف باللوطو تحليها الباب، كملت الطريقه باللوطو غادا في الطريق جات وسط الشجر اللي مخلي الطريق تبان مظلمه، غير ديك الطريق تعطيك لمحه على الشخص اللي غادي تشوفه لداخل. كملت الطريقه حتى بدات كتوضح ليها الرؤيه وبانوا ليها عاوتاني لي كارد واقفين في كل بلاصه. حبست باللوطو وخدا منها الكارد اللي كلي ديال اللوطو ديالها، واحد اخر زاد قدامها وهي تابعاه. قلبها كيخفق بقوه كانه غادي يخرج من ضلوعها، ورجليها حاسه بهم ما هزينهاش. كل ما كتقرب كيزيد قلبها يسرع في دقاته، ما كتبقاش قادره تدخل الهواء سترها. وقفات فور ما وقف الكارد، وقبل ما يحل الباب دخلت اكبر قدر من الهواء لسترها. وبدون تفكير تمشت لقدام ملامح خاليه من الخوف وبكل ثقه بالرغم من انها مزيفه. الجرمة ساكها فوق البيرو ديالو قالت لي هاني جيت شكاين. زيد نض من فوق الكرسي ديالو وتمشى جهته بستر عريان حتى من شعرو طايح على عينيه. مازال يلاه جيتي تبغي تشربي شي حاجه قهوه؟ شاف فيها وبانت على وجهه شبه ابتسامه. ولا تبغي كلاص من داك النوع اللي كيعجبك؟ اجت مشات بخطوات صغار وهي مربعه يديها وصوت كعبها كيتسمع. طلعت عينيها فيه ونطقت بحده. انا ما جيتش هنا باش نجلس معاك، الا عندك شي حاجه قولها راني مزروبه. زيدا زير عليها من كتفها وقربها لعنده. صوتك ما يعلاش على البرهوشه. اجت نطرات منه يديها منه. وإلا عليتوش غادي يوقع كاع. شكون انت اللي تقول لي شنو ندير وشنو ما نديرش؟ زيدا هز يديه وخبط فوق البيرو حتى قفزات من بلاصتها. اجا سدي داك الفم ولا ما غادي يعجبك حال. اجا قفزات وهي مخلوعه، تنفست وهي كتحاول تكلمها. قول لي شنو بغيتي تقول؟ بغيت نمشي في حالي. زيدا قال لها دابا مزيان قزي. اجا بلا ما تزيد معاه الهضره قزات فوق الفوتاي. زيدا هز التليفون ديالو كيدوز تصاورها هو نوعا ما هادئ. كبرتي. اجا كتشوف فيه وما فاهمه والو. زيدا قال لها كبرتي وما بقيتيش ديك البنت اللي عرفت. اجا هضرت من تحتها وهي معصبه. صحاب ليك غادي نبقى نتسناك. زيدا ما باغيش يفقد اعصابه، هز ملف من قدامه وكيقراه. بانوا ليا بزاف ديال الحوايج تبدلوا من نهار مشيتي. نهار مشيت انا. يجا عقده غباشتها وقالت لي اش كتقول انت؟ زيدان كيحاول ما يفقدش اعصابه باش ما يديرش فيها شي حاجه. رجليك بداو كيعوجوا على الطريق، داكشي علاش غادي نقدهم لك قبل ما نعاود نرجع. اجا شافت فيه بصعوبه قد تحبس دموعها. زيدان رمى الملف في الارض وقال لها علاقتك مع هارون قطعيها. اجا بقوه الصدمه بدات كضحك. شنو؟ زيدان كيشرب من القهوه اللي قدامه كيهضر ببروده. كيف ما سمعتي؟ اجا ناضت من بلاصتها وقالت لي وباش من حق كتقول هاد الهضره. زيدان وقف قدامها حتى ما بقى كيفصلوا على سنتيم عليها. عينيه في عينيها بصيفتي زيدان المالكي. اجا حلات في عينيها وقالت لي وقيلا انت تسطيتي، انا اللي دايره عقلي فيك كيسحب لي باغي تهضر كيف الناس. زيدان غرق وسط عينيها وقال لها هضره وحده قلتها توصلني مازال شي خبارك معاه، تحملي مسؤوليتك ومسؤوليه داكشي اللي غادي يوقع ليك. اجا ضحكت فقصه. للاسف ما غاديش نقدر نلبي لك هاد الطلب. هارون انا كنبغيه، ماشي تجي انت تقول لي شنو ندير وشنو ما نديرش. زيدا نقرب جهته هو ناوي على خزيت. في كل ما كيقرب كتزيد تبعد حتى حصرها مع الحيط وزير على عنقها بيديه. كتبغيه؟ قرب لودنيها ونطق بصوت كيخلع. واش عارفه هاد الكلمه؟ على هاد الكلمه نقدر نصفيها لاصلك هنا وبلا ما نحس. خبط ليها راسها مع الحيط وقال لها قلتي كتبغياك واش نصفيها لك؟ نصفيها داك اللي حطك انت وياه كتفهمي؟ هضره وحده قلتها نشوفك كتنقزي ولا كدوري بساحته. تحملي مسؤوليه داكشي اللي غادي يوقع لك بالرب حتى نصفيها لك وانتي عارفه اني نديرها. اجا كتحاول تبعد يديه من عنقها وهي مخنوقه. ياك انت اللي مشيتي بخاطرك لاش راجع تاني؟ زيدا زاد زير عليها من شعرها هو كيغلي. طلعها من التحت حتى الفوق. كبرتي شويه وحسيتي بجنابك. يسحب لك بهاد السهوله غادي تقدري تبداي حياتك من جديد فحال الا عمرك كنت فيها شي نهار.
قرب حدا وجهها وهو كيصوت الدخان سخون كيخرج من داخله. وقيلا نسيتي شنو درتي من بعد ما رجعنا من ماربيلا؟ ماربيلا فين هي هذيك اللي كانت كتصوني ليا بالليل وبالنهار باش غير نرجع؟ نسيتي ولا نفكرك؟ اجت معها واحلين في عينيها وقالت ليه: ما كتوقفش عليك الدنيا زايده المالكي، داكشي اللي باغي عمرو غادي يكون لك، ما غاديش نخليك مازال تدمر لي حياتي ولو في احلامك، كتفهم؟ زايده نزير عليها من شعرها هو مفكسي عينيه في عينيها. داكشي اللي باغي هو اللي غادي يكون، هو اللي غادي ديري بالحرف. مازال معاش هذا اللي يقول لي لا، واغراضي كنبغيهم يبقاو دياولي. ولا نسيتي انا قادر نفكرك مزيان؟ اجا ضحكات باستهزاء من هدرته وهي كتشوف في عينيه. يسحب لك انا ما عارفاش علاش مشيتي. دفعت من صدرو قالت لي: سحب لك ما كنتش عارفه راه كنت هازه ولدك في كرشيها، ياك هادشي علاش مشيتي؟ هدر حتى واحد ما بزز عليك تمشي. زايدة الواليها يديها بزوج من ورا ظهرها مجرد ملامحه من اي احساس، بالرغم من انه هضرتها كطلع وتنزل كيف البحر اولا الجمر وسط صدرو، لانه بعدو عليها كان قرار صعيب عليه، وخدا منه وقت بزاف باش تبرد ديك الغصه اللي في قلبه من نهار خلاها من وراه. نطق بهدوء مخلط مع نبره التهديد: الهضره سالات، دابا اوامري غادي تنفذوا يا بالسيف يا بالخاطر، وانت بالضبط كتعرفيني مزيان على شنو قاد. داكشي اللي درت النهار الاول قادر ندير ما اكثر منه. اللوطو ديالك غادي توصلك حتى لباب الدار. بعد عليها ورجع للبيرو ديالو. إجا كملت طريقها للباب ووقفت بلا ما تدور عنده وهي عندها بصيص امل صغير على انه يحن فيها. شنو زعما؟ انا ما من حقيش نعيش حياتي؟ واش ما كفاكش داكشي اللي درتي فيا شحال هادي؟ زايد نطلع عينيه فيها بحسره ونطق بنبرة ابرد من الثلج: ما من حقكش، حياتك ملكي انا، وانت بنفسك وهبتيني راسك في الغرفه ديال لوطيل. نساي شي حاجه سميتها حياتك، ما حد زايده المالكي مازال عايش. نساي. إجا بلا ما تدور من وراها كملت طريقها جهة الباب وعينيها كلهم غارقين بالدموع. الله ياخد فيك الحق. القرد قالت: تفضلي يا مدام. إجا وقفات وقالت لي: شنو هذا؟ القرد مد ليها مونطو، قالها: سي زايده اللي وصانا. إجا شكراتو وقالت لي: شكرا ما بغيتوش. القرد حبسها وقال لها: مدام هذا امر من سي زيدان، الا ما تنفذش غادي. قطعته من الهضره وخداتو من عنده وقالت لي: صافي بركه، جيب لي اللوطو ديالي. خلات حتى الكارد مشى حيدات داك المونطو ورماتو في الارض، كتعفس عليه بصباطها وعينيها كلهم غارقين في الدموع. شنو باغي مني مازال؟ اش درت يا ربي في حياتي حتى يتبعني واحد بحال هذا؟ اش من ذنب درت حتى نتعذب هكا؟ كنكرهك زايده المالكي. زايده واقف في البالكون ديالو حاضيها: ذنبك هو خديتي قلب وعقل زايده المالكي. نفت من السيجار ديالو وقال لها: كاين شي ذنب اكثر من هذا؟ الشي قالو زعما مع راسو. المهم البنات ساليت الجزء السابع من القصة. مبقيتش عاقلة. يلا نخليكم على خير حتى الغدا ان شاء الله، نحط لكم الجزء الاخر. كنظن باقيين جوج اجزاء على حسب، حيت القصة راه مازال طويلة شوية وفيها شي حاجة طوب ديال الطوب. يلا نخليكم على خير. ما تنساوش اللي ما مشتركش يشترك في القناة وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم اي جديد حطيته. نتوما الاولين، وعلاش لا ديروا لي لايك الا شفتوني كنستحقها، واسمحوا لي على التاخير، ماشي انا، راه كلشي من كونيكسيون. يلا بسلام عليكم، تشاو.